بعد خبرة أكتر من 10 سنين فاطمة جاية تقولك أخيرا، وهي بتحاول ما تتكسفش، عن أكتر طرق، أنا مش عارفة أنا واقفة ليه، عن أكتر طرق إزالة الشعر شيوعا، وأنا بفضل إيه وليه. تأكدي انك هتطلعي من الفيديو ده عارفة بالظبط انت عايزة تستخدمي انهي طريقة ازالة شعر. وعامة انا الفيديو ده مخصصاه للبنات اللي لسه بتبدأي في الموضوع ده. انا جايه اقولك ببساطة شديدة انت هتبدأي منين، ولو هنوصل فين ايه اكتر طريق ممكن نوصله، وايه الطريق اللي بجد ما توصليش ليه خالص. العكس المتوقع ان انا اطلع اقولك دلوقتي ان الطريقه اللي تمشي بيها في ازاله الشعر من الجسم هي انك تعملي شيفنج، فانا جايه اقولك انك تستخدمي ده الواكس بتاع الجسم اللي هو بيتحط في الفيشه. بصوا هوريكم شكله من جوه، انتوا اكيد يعني ما اظنش ان في حد مش عارفه ده واكس تمام. هو بس جامد دلوقتي، وبيجي معاه فيشه، وبيجي معاه كمان او انتوا بتشتري خارجي. استنى بس نشيله عشان الدربكه دي الورق بتاعه. طب ليه؟ دي اول طريقه انا انصح بيها 1,000,000% لأي بنت مبتدئة أو أي بنت زهقت من طرق إزالة الشعر العادية. أول حاجة طبعا إنك بتعمليه وبتستني مثلا أسبوع وبيبتدي الشعر من تاني يطلع في جسمك. أنا جاية أتكلم النهاردة عن الجسم، فأنا جاية أتكلم عن إيد رجل ظهر بطن بس ماشي. حاجه انك بتشيلي جزء كبير في وقت قصير، عكس الطريقه هرجع اقولها لكم في الاخر ان انت بتاخدي وقت طويل جدا عشان تشيلي شعر من منطقه صغيره جدا، فدي حاجه بتبقى صعبه علينا كلنا بالذات لو الوسيله بتوجع. والمفاجاه اللي انا كنت خايفه منها لما جيت اجرب الكوكو واكس او الجهاز ده، يعني ان هي تكون بتوجع، وطلع ما بيوجعش. انا عارفه ان هو بيوجع، بس وجعه عارفين الوجع اللحظي اللي هو وانس بتاعت الشده وخلاص. ليها طريقه استخدام معينه، عايزين تعرفوا انا ازاي بستخدمها طريقه كويسه الحمد لله ان شاء الله تفضل كده يعني قولي، وانا ان شاء الله اطلع لكم واقول لكم ايه هي احسن طريقه تستخدموه. والفكره ان هو بعدها فعلا بيخلي الجسم ناعم قوي، لان هو مع ازاله الشعر بيشيل طبقه من الجلد الميت، فبتحسي فعلا ان جسمك بعدها نور. ده بالنسبه للكوكو واكس. اكتبها لكم الطريقه الاحلى للحلوه للعاديه للي لا. دي انا عارفه ان هي تبقى مفاجاه ويمكن بعض البنات تقف ضدي فيها، بس هي بجد بالنسبه لي لا. الطريقه التانية المفضله اللي انا عشت عليها سنين مطوله ولسه هكمل عليها بقى حياتي، يعني انا مؤخرا بقالي مثلا كام شهر ماشيه بالكوكو لان هو لسه داخل جديد في الروتين بتاعي. التانية اللي هي الشيفنج، حبيب الملايين، حبيب قلبي، عشرة عمري، مش بيوجع، مش بيتقل الشعر. سمعت الموضوع ده للاسف من بنات متخصصين في الموضوع ان هو بيتقل شعر الوش والجسم لو انتي بتعملي وشك كمان بيه، وان هو بيخلي الشعر اخشن. انا ما حسيتش كده، يعني انا حسيت مقابل طريقه الكوكو اللي هو ايه الكوكو دي بجد اللي هو الواكس تمام، وطريقه الشيفرز، اصلا الاتنين بيطلعوا نفس النتيجه عادي بس على حسب المده. لان انت لما بتبداي انك تعملي شعر جسمك بالشيفرز، ان انت مثلا عملتي النهارده الصبح هو بالليل طلع بجد طلع. حاسه ان هو هيبقى بيرفكتو جدا للبنات اللي مش بتستحمل بقى اي وجع، او البنات اللي ما عندهاش وقت. حلاوه الحلاقه، كلمه حلاقه دي صعبه جدا، تبقى مترتبه على المكنه ذات نفسها. وانا لو هنصحك بحاجه هقولك ما تجيبيش مكن حلاقه بناتي، وما تجيبيش مكنه موس او 2، هاتي 5. ندخل على تالت طريقه لازاله الشعر وهي السويت. دي طريقه تعذيب بس فكرة في بنات بتستحملها، في بنات بتعرف تتعامل معاها ما شاء الله، يعني لو انتوا مستريحين كده تمام. بس انا بالنسبه لي الطريقه دي تاخد وقت، مجهود، بتوجع الجسم، بتوجع بجد بجد بتوجع. بس طبعا فوائدها موجوده في الوكس، فانتوا عارفين اما تلاقوا فوائد حاجه موجوده في حاجه وعيوبها مش موجوده، فاذا انا هروح على طول على الوكس. على فكره سعر الجهاز ده مش غالي، يعني انا كنت شارياه هو والورق بتاعه وكمان الشمعه اللي جواه، او تقريبا الشمعه كانت جايه معاه مش فاكره. المهم انا كنت دافعه كله على بعضه 200 جنيه، او تقريبا 190 كمان. والشمعه دي ممكن تكفي جسمك مرتين، والورق بيقعد معاكي وقت طويل. مش فانا بالنسبه لي مفضلش السويت خالص صراحه، عشان هي بتوجع جدا وليها طريقه استخدام معينه، فهي صعبه. ولو هتبداي اكيد ما تبدايش بيها. لو اتكلمنا عن اول اداه تعذيب فلازم نتكلم كمان عن تاني اداه تعذيب اللي مفيش فيها ولا ميزه. هذا الشيء ايه ده؟ ده الواحد ربنا يعافينا ويعافيكم ايام ما كنت بعمل حواجبي، بس الحمد لله دلوقتي بطلت، يعني ربنا يهدينا كلنا. واروح عند الكوافير وتمسك لي الملقط وتشيل لي شعر حواجبي، كنت انا بدمع تحت بسح دموع. مين
كان قاعد فاضي عنده فراغ عاطفي، قرر ان هو يجيب ملاقيط ويحطها في اداة سخيفة صغيرة شبه كده، ويلا دي هتشلكوا شعر جسمكم. مش هتكلم عنها كتير، انا حاسه ان انا يعني شخصنت الموضوع. مش هتكلم عنها كتير، ملهاش لازمه، غاليه على الفاضي، بتوجع جدا، بتحسي بألم كل شعرايه وهي طالعه من جسمك. اعمل كمان المسام او اللي هي اسمها وز البطه، وز البطه قشر الوز، جلد الوزه. انا في حاجات كده بجد دماغي بتعلق عندها، ما تجيبيهاش وما تقوليش دي احسن حاجه، لا بتمسكيها عند كل حته، تفضلي ماشيه بالراحه وانتي بتتألمي، ومهما حطيتي بقى ليدوكاين وبروديكاين برضه هتتوجعي، لانك بتحسي بجد بكل شعرايه طالعه من جسمك بمنتهى الالم وممله وبتاخد وقت. نو. ودلوقتي انا وصلت للهدف بتاع الفيديو، ان انتي لو بنت لسه بتجربي تعملي شعر جسمك بايه وبدأتي في الشيفر، ابدأي انك تحوشي وهاتي الكوكو واكس او اي واكس بقى في الدنيا، الجهاز اللي انا وريته لكم بجد هيفيدك جدا. حابين ان انا اقول لكم التكنيك بتاعه، اكيد هطلع اقوله لكم على طول، لان انا عكس التكنيك ده للاسف ممكن تتاذي منه. ده بعد فيديو النهارده يبقى عندك طريقتين تعرفي تمشي بيهم بقى باقي حياتك. يا رب تكونوا استفدتوا. اول مره اعمل كده يعني اتكلم في حاجه خاصه جدا، بس يعني كنت بحاول ما بقاش محرجه قوي يعني. وبس كده، شكرا.